السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا لليوم فطور صباحي أو وجبة خفيفة ممكن نحضرها على العشاء. أنا حضرته باستخدام فطر والطماطم، يعني البندورة. بتمنى وصفة اليوم تنال إعجابكم. فضلا إذا عجبكم الوصفة حطوا لي لايك، وأنا بانتظار آرائكم في التعليقات. هون في معي 400 غرام من الفطر، أنا قشرته وقطعته لمكعبات صغيرة مثل ما انكم شايفين. وخضار يلي بنحتاجها بهي الوصفة بده يكون بصلة صغيرة وحبة فلفل أحمر، أكيد فينا نحط الأخضر كمان. 5 حبات بندورة. فرمت البصل بشكل ناعم، وفرمت الفلفل كمان. قشرت البندورة وبدي أفرمها كمان لمكعبات صغيرة. بدي أستخدم مقلاية كبيرة أحطها على النار وأشغل النار وأحط شوية زبدة مع شوية زيت. وهون بعد ما ذابت الزبدة أنا ضفت البصل والفلفل وبقلبها لمدة دقيقتين. بعدين بنضيف الفطر كمان بنقلبها لحتى يتغير لونه. آخر شي بنضيف البندورة مثل ما واضح عليكم، بنقلبها. بدي أضيف الملح وفلفل أحمر، أكيد الفلفل كميته اختيارية على حسب الرغبة، ورشة صغيرة من فلفل أسود. أنا غطيته وتركته لمدة 10 دقائق تقريبا لحتى ينضج الفطر مع البندورة. وهيك يعني بتتسبك. بنغلق النار وهيك الوصفة بتكون عنا جاهزة، ما بدها أي وقت ولا مجهود. الوصفة كتير اقتصادية وكتير سهلة وسريعة. وأنا هون ضفت رشة بقدونس أكيد اختياري. وصفة كتير نباتية وسهلة، وجربوها وبتمنى الوصفة تنال إعجابكم، وصحتين وعافية عليكم. بسم الله. خذ سلطة. الناس عظمة. فضلا إذا عجبكم الوصفة حطوا لي لايك، وأنا بانتظار آرائكم في التعليقات، وشكرا جزيلا على المشاهدة. في أمان الله. صحتين. والله أولادي كلهم ما بياكلوا هذا الفطور، نحن في كم واحد ناكل منه بس.